اليوم مو قصة ولا أسئلة، اليوم حلقة ما منتشرة بأي قناة على اليوتيوب. شيعة علي عندنا 12 معصوم، فأنا من 12 معصوم راح آخذ أول 2 وراح أشرح عنهم. بعد ما أخلص الفيديو هم راح أسوي فيديو ثاني وراح أشرح ال2 الباقين اللي هم جوا ال2 اللي شرحت. أعتقد فهمتوا الفكرة. أول 2 عندنا من أهل البيت عليهم السلام، هم أطهر المخلوقات، هم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الضارب بسيفين والريحتين، أبو الحسن وأبو الحسين، وأبو القاسم في السماء أحمد وفي الأرض محمد. في زمن كانوا ناس يعبدون نار ويعبدون بقر. ولد رسول الله في المدينة المنورة في السعودية عام 531 17 ربيع الأول. ولد رسول الله وأمه وأبوه عبد الله بن عبد المطلب. طلع النبي الطاهر خرج من وجهه نور، وهذا شيء طبيعي على حبيب الله محمد. وبذاك الزمن أي طفل ينولد يبعدون عن المنطقة المسيئة إلى منطقة زينة ومحترمة ومكان مثل البيت صغير فيه مرضعات. لكن كانت تواجه مشكلة بالمرضعات بأنه ما يقدرون يرضعون هذا الطفل. هو النبي محمد يتيم وأمه كان عندها المال المكفي حتى يدفع المرضعات، فطوعت وحدة اسمها السيدة ميدة حتى ترضع هذا الطفل وتسكته من البكاء والأوجاع، فأرضعته. بعد ما أرضعته لاحظت وراء أيام بأنه الأمور جاي تتيسر، الأمور والأنعام جاي تتكاثر، أمورها تيسرت، كل المال إجاها، كل الرزق تحت إيديها. أيام توفت أم النبي محمد، فصار ما عليه أي مسؤولية بهذاك المكان، فنقلوه من هذاك المكان إلى جده اللي هو عبد المطلب، وكبر وتعلم. وهم توفى جده عبد المطلب فراح إلى عمه عبد المناف أو أبو طالب اللي هو أبو الإمام علي عليه السلام. يعني هسه أنا جاي أتخيل بيت ساكنين بيه أطهر الناس، بيت ساكنين بيه النورين، بيت ساكنين بيه النبي محمد والإمام علي. يعني ما أعرف، جاي أتخيل، ما أعرف حتى ما أدري. راحت الأيام وردت السنين. أبو الإمام علي كان عنده بنات هواي وكان عنده أولاد هواي، حوالي بيهم 8 نفرات. فمحمد خجل وحس نفسه انه ثقيل على هاي العائله، فقرر انه يطلع ويشتغل. فاول شغله له هي التجاره. زمن التجاره يسمونه المضاربات. شلون يعني اكو شخص رب العالمين رازقه، فالنبي محمد ياخذ قسم من الفلوس اللي عنده يروح يستثمر بيهن ويتاجر بيهن، وياخذ الارباح يتقاسمها بينه وبين التاجر. فراحت الايام وراحت السنين، انعرف النبي محمد بمصداقيته وبايمانه، فهذا السبب سموه بالصادق الامين، مستحق هاي الشغله. بالمنطقه اللي يشتغل بها النبي محمد كانت امراه اسمها خديجه بنت خويلد. هاي الامراه العفيفه كانت معروفه جدا بشرفها ومعروفه جدا باخلاقها وطيبتها، مهمه بمصداقيتها وايمانها. الدين الاسلامي كان ما معروف بذاك الزمن حتى من كان النبي محمد يشتغل بالتجاره. عائله النبي محمد اللي هو ام النبي محمد وابو النبي محمد وجد النبي محمد، ديانة النبي إبراهيم اللي هو هم يعبد الله عز وجل. نرجع لسالفتنا. فالإمام علي اشتغل ويا هاي الأمرأة العفيفة والشريفة، عرفتها السيدة خديجة وتعرفت عليه، وبنفس اللحظة هي طلبت منه الزواج. تزوج النبي محمد من السيدة خديجة، فتزوج النبي محمد من السيدة خديجة. بعد ما تزوج النبي محمد كان عنده أسلوب من الطفولة، يروح كهف من الكهوف على الجبال، من طبعه انه كل شيء يشوف الشغله يفصلها تفصيل، فيفكر بالسماء، يفكر شنو ورا السماء، يفكر بالاصنام اللي كان ما مقتنع بيها اصلا من صغره، يفكر بالناس ويفكر بالعباد. يعني كان كل همومه الناس والمظلومين وخلقة الله، وهو هنا اصلا ما يدري بنفسه هو نبي وما يدري هو بنفسه اصلا رسول. باللحظة كان يتعبد بها الله عز وجل بالكلام في الكهف، نزل عليه الملك جبرائيل او الوحي جبرائيل، فقال جبرائيل: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني إليك الله عز وجل يبلغك السلام والإكرام.
فالملك جبرائيل عرف عن نفسه بأنه الملك جبرائيل رب العالمين إلى النبي محمد حتى يعلم الدين ويعلم الصلاة والصوم والزكاة. بعد ما علمه وصاه ملك جبرائيل بأنه ينشر هذا الدين وينشر دين الله عز وجل. وهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكره وشكر الله عز وجل وبدأ يطبق الأمور. أول ما يبلغ الناس بلغ الأقربون، أول ما بدأ يبلغ هو عمه اللي رباه اللي هو عبد المناف، وبلغ أصحابه بأنه نبي مرسل للهداية. وراها ب3 سنوات الأمور تطبق على تفكير النبي، بدأ ينتشر الموضوع. لكن واجهتهم مشكلة بأنه هذول عباد الأصنام كانوا رافضين الموضوع كله، كانوا وين ما يروحون النبي يضربونه ويقتلونه ويغلطون عليه. فمختصر الكلام ما اقتنعوا هذول الكفار، قرروا يهجمون على النبي محمد. فالنبي محمد قرر قرار بأنه يبلغ الناس اللي اسلموا فيروحون إلى منطقة الحبشة. فرسول الله ودى هذول الناس ومن راد ينام خلى الإمام علي عليه السلام وغطاه حتى من يجوا يشوفون يعرفون هذا رسول الله. الشغلة فشلت وما نجحت، فعرفوا هذول الكفار بأنه ودوا المسلمين. الكفار ودوا هذول الناس قبل النبي محمد، ووصلوا قبل النبي محمد والصحابة. الحبشة كان قائد لهاي المنطقة الحبشة، ذيك المنطقة كان لها قائد، وهذا القائد شخص مسيحي وإله مثل المسجد أو مكان ديانة أو احنا نسميها كنيسة عملاقة. فهذول الكفار راحوا وبلغوا هذا المسيحي بأنه راح يجوك ناس من ديانة مسلمة، هذول أشخاص فاسقين وراح يخربون مكانك وقلعتك، جايين عليك يفسدون المنطقة ويفسدون كنيستك. عرف هذا المسيحي بأن المسلمين جايين راح يفسقونه وراح يدمرون مكانه وراح يدمرون ديانتهم. فهذا المسيحي حضر الجنود وحضر المحاربين حتى يحاربون هذول المسلمين إلى الكنيسة، ودخلوا إلى هذا الشخص المسيحي حتى يترخصون منه إنه يدخلون للمنطقة. فعرفوا هذول المسلمين فأعطوا آية من القرآن. بعد ما سمع هاي الآية قام يبكي وقبل انه يدخلون المنطقة ويسكنون بيها. فسكنوا المسلمين على ما وصل رسول الله. مرت الأيام والسنين، فقرر رسول الله انه يهجم على مكة ويقتل فمن بها ويكسر الأصنام. فراح رسول الله وجنوده وشخص يعبد الأصنام في مكة، نظف مكة من هذول الملعونين. فأخبر المسلمين الآخرون في حبشة ورجعوا. زمن التسمم النبي محمد واستشهد. فأخذ الإمام علي عليه السلام ووقفه على جبل وجمع الصحابة. فأخذ إيد الإمام علي ورفعها فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. عاد 3 مرات وقال: اللهم والي من والاه وأنصر من نصره وأخذل من خذله. فعرفوا المسلمين جميعهم بأن هذا الشخص اللي هو الإمام علي عليه السلام هو مولاهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وراها بأيام استشهد رسول الله.